السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد على آله وصحبه وسلم. تعالوا نحول فنجان القهوة بتاعنا العادي لفنجان استفيد منه للماكسيمم، يعني وخصوصا لو انا عندي مشاكل في جسمي، عندي المفاصل، عندي ركبي بتوجعني. اضافة الكاكاو للقهوة بتاعتي، او اعمل كاكاو بس لو انا مش مدمنة قهوة الحمد لله باخد الكاكاو لوحدها. الكاكاو من الحاجات المفيدة جدا، وكل يعني حديثا بيتكلموا على ان فوائدها ممكن توصل انها بتزود الستيم سيل اللي هي الخلايا الجذعيه، والفلو اوف بلاد، يعني الدم يبقى حركه البلاد سيركيوليشن عاليه والدم يوصل لكل اجزاء الجسم. لو انا بقى عندي التهابات تقل، لو انا عندي مشكله في الركب. يعني انا عملت الفيديو ده، الدراسه دي اتكلموا عليها بقى لها كام سنه، بس انا كنت صابره كده اشوف really it can work فعلا. ان انا لو عندي مشكله في ركبتي، طبعا المشاكل اللي احنا بنحكي عليها اللي هي ممكن تتحل لما انا يكون لسه سني معقول، ممكن الثلاثينات الاربعينات اول الخمسين وماشي حالي، عندي مشكله ممكن نحلها ان شاء الله، بس ما توصلش ان انا مشكله ركبتي لازم تغيير ركبه، دي بقى عاوزه شغل كتير قوي. فبس احنا بنحكي في العامة، انا اصحى جسمي بيوجعني، ركبتي وجعاني لما اعمل مجهود، انا ممكن اتخلص من الحاجات دي كلها بسهولة قوي لو انا لسه سني صغير. من الحاجات الحلوة اللي ممكن نضيفها قلنا الكاكاو. الكاكاو ممكن تخلي الخلايا الجذعية الستيم سيل بتزود عددها، بتخليها تروح للأماكن اللي فيها مشاكل، ممكن تعمل ريبير لركبة، ممكن يعني قالوا ممكن تعمل واي نوت. انا كل حاجه هي طبيعيه ومش غريبه ومش سبلمنت كمان هشتريها غاليه ومكلفه اروح عليها، يعني ابدل الكاكاو بالقهوه. اوكي الكاكاو. بس عاوزه اقول بقى شروط الكاكاو اللي احنا هنعملها دلوقتي. انا جبت لكم كيسين ودلوقتي هعمله معاكم كده لايف واشوف الفرق بينهم. اول حاجه الكاكاو هي كويسه للقلب، كويسه فيها فايبر، فيها معادن، يعني حلوه للمعده بتاعتي وللبروبايوتيك، كل ده عندي معادن بتفيدني بالمعادن is very excellent. عندي كمان الانتي اوكسيدنت عاليه فيها قوي، الفلافونويد عاليه جدا فيها، وقالوا بتزود يعني ما فيش ابحاث انا قريتها بصراحه اللي هي معقوله هو ده، بس اتس في شويه ابحاث واي نوت. ما احنا بنقول الحاجه اللي هي طعمها حلو واحنا بنحبها، وانا ما كنتش يعني مهتميه اشربها كتير، بس بعد كده لا نهتم بيها. احط الكاكاو ممكن اديها للولاد معلقه صغيره في اليوم، مش بيج ديل. بالنسبه بقى لو انا عايزه اصلح حاجه في جسمي، هنعمل شويه خطوات حلوه، منها ان انا لو انا بصحى تعبانه وعندي في جسمي الام في جسمي، انا ممكن اخد طبعا على طول اخد الكركم، اخد الكبسولات، ومش يوميا، وحكينا على الموضوع ده كتير قوي، مش يوميا ابدا. اليوم اللي انا اي نيد يعني انا تعبانه، هو حاسه بتعب او عندي مشوار هعمل فيه جهد، رايحه مكان عندي شغل كتير، اخد واحده منها. اوكي، ما انساش وسط كل ده ان انا الحبوب المعجزه اللي بننساها كلنا، اللي هي حب الرشاد، معلقه صغيره من حب الرشاد. وبرده مش هاخدها مده طويله، يعني ممكن اخدها 5 6 ايام كده، اوقف وارجع تاني اخدها معلقه، اغسلها وهتبقى طريه بعد ساعه ساعتين، واكلها مع تمر لوحدها مش مشكله. اوكي، ندخل بقى زياده عندنا الكاكاو. اخلي الكاكاو ممكن اخد معلقتين اب تو 3 معالق يوميا. ابدا بمعلقتين، معلقه الصبح على اي حاجه باخدها على قهوتي لوحدها، اللي عاوز ياخدها مع حليب مفيش مشكله، انا ما عنديش اصلا مشاكل مع الحليب. لو خدت منه حاجه بسيطه يوميا او يوم ويوم، ومع ايه، وانا ما عنديش مشاكل، يعني انا عندي مش ما عنديش مشكله في هضم الحليب، ما بيعمليش مشكله، ام اوكي معاه. اوكي، فممكن اخده يوم ويوم حليب، بحطها مع الحليب، او اخدها بس كده مع القهوه، مع حليب جوز الهند، مع حليب اللوز، اي حاجه. خلينا ندخلها. نحكي بقى على الكاكاو بقى الجميله دي اللي هي ليها فوائد كتيره قوي. لما اجي اشتريها هشتري الكاكاو في كوكو كمان، لا اخد الكاكاو، شوفوا كاكاو. اوكي، لما هاجي اجيبها اورجانيك او كاكاو عاديه، طبعا اللي يقدر يجيب الاورجانيك هيجيب طبعا افضل كاكاو باودر بس، ولا حاطين عليها اي حاجه تانية. اوكي، ومش مدوبينها في الكالاين نوثينج، هي كده اورجانيك كاكاو باودر. نفس الكلام على دي. انا جبت بقى نوعين، خلينا نشوف يعني هل في فرق. دي الشركه دي معروفه قوي، الشركه دي عامله جديد في اللون بقى والطعم. شوفوا دي، يعني بصراحه دي مفيش ريحه، اول ما فتحت الكيس شويه فيها ريحه، بس مفيش بعد كده. اوكي، وادي اللون فاتح اهو قدامكم.
فاتح، ماشي الحال ماشي. انا هنا شويه قهوه حلوين، ممكن النسكافيه اللي هو اصلا بحسه انه ليه مشاكل كتير قوي، اخد معلقه صغيره وادوبها في ميه ومعاها الكاكاو، وبعد كده يبقى النسكافيه بتاعي مفيد. شوفوا، خلينا بقى نشوف دي، خلينا نشوف النوع ده شويه. الشركه دي يعني معروفه اكتر. انا عاوزه بس اقول، لما تروحي تشتري اي كاكاو خام هتبقى كلها زي بعض ولا في فرق؟ لا، للأسف، للأسف. ودي حاجة بتزعلني يعني. لا، في فرق. دي عندها ريحة الشوكليت الديب القوية كده، اوكي، واللون اغمق سنة، مع انهم نفس السعر على فكرة، ودي اورجانيك ودي اورجانيك. دي خفيفة وما عندهاش ريحة كاكاو، دي ريحة ديب وقوية. كويس ان انا كنت اكتفي بواحدة، قلت لا خليني اقارن عشان اقول لكم. فخلينا بقى، بصي، لما اشتري من البلد اللي انت فيها، ده انا هاخد كاكاو كتير قوي النهارده، ادي معلقتين اهم. لما تشتروا من البلد اللي انتوا فيها اشتري اكتر من نوع، اوكي، and then قرنيهم، شوفي مين طعمها قوي، ريحتها قويه، يفيل ان هي ريل كاكاو مش حاطين عليها، بغض النظر على الانجريدينتس. الاتنين عندي حاطين انجريدينت كويسه، اوكي، ونفس الكلام يعني. بس دي طلعت لك كاكاو فعلا، التانية لك ديد كده، ما فيش روح ولا اي حاجه. بس انا يعني ما لقيتش بقى، كل اللي بلاقيتها ما حسيتهاش قويه. اخد اللي موجود، اخد اللي موجود، هنعمل ايه يعني؟ انا بصراحه لما بروح اي مكان ولا اسافر مصر، الموجود بتمتع بيه، توكل على الله خلاص. يعني في ناس بتاخد اغلى حاجات وبتمرض يا جماعه، في ناس ما بتشتري، يعني بتشتري ولا حاجه وحياتها بسيطه قوي وربنا حافظها. فما تخافوش كده وتوجعوا قلبكم على حاجه. بس if you can buy حاجه جود كويسه سبيشالي ليكي ولولادك، بايت، اوكي. ما تقدروش تشتروا مش موجوده، اللي موجود يبقى كويس قوي. واحط بقى، واخد منساش حب الرشاد، اخد ده. لو عندي الام اس ام بينفع، هتلاقوا كمان بيفرق في بشرتكم في كل حاجه. دخلوا الكاكاو، خلينا نشوف، انا هدي لنفسي شهر واقول لكم النتيجه، اوكي. طبعا والحاجه الاساسيه اللي بنحكي عليها عشان الركب، يوميا حطوا على الركب بتاعتكم لو عندكم مشاكل زيت الكاستر اويل، زيت الخروع، روعه روعه. اي مكان بيوجعكم حطوه عليه، كميه حلوه كده، ممكن تلفوها ما تلفوهاش زي ما انتوا عاوزين، هتشوفوا الفرق ان شاء الله. اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.